السلام عليكم، ازيكم يا كنفاوية؟ عاملين ايه في فيديو جديد؟ طبعا الفكرة بتاع الفيديو بتاع النهاردة فكرة جديدة واول مرة نعملها على القناة، باذن الله تعجبكم وهتستفادوا منها جامد. طبعا الفيديو بتاع النهاردة معتمد شوية على الفيديو اللي فات، لان الفكرة بتاع النهاردة اللي احنا ندخل على الفيس هنجيب بوست من الناس اللي عملت التصاميم بتاع الفيديو اللي فات بتاع الاكل ورانا، احنا نعدلها في الفيديو بتاع النهاردة، نقول رأينا ونقول التعديلات والتصميم محتاج ايه وكده. فان شاء الله تستفادوا جامد، ولو الفكره دي عجبتكم استمر فيها في الفيديوهات اللي جايه، يعني بين كل فيديوهين ثلاثه كده نعمل الفكره دي لعل لو عايز حد يستفيد منها، وانا متاكد ان شاء الله تستفادوا منها. قبل اي حاجه معلش لو صوتي مش واضح، عشان اقسم بالله عندي برد ومش قادر اصور ولا اي حاجه، بس قلت لازم اصور عشان ما ينفعش ابقى اوعدكم بحاجه وما ابقاش قدها، لان انا هنزل في نظري قبل ما انزل في نظركم. طالما قلت حاجه لازم اعملها وبقدر المسؤوليه، فان شاء الله نصور فيديوهات مهما حصل، وهنكمل مع بعض في السلسلة دي لحد ما إن شاء الله كل واحد فيكم يتعلم حاجة تستفادوا مني حتى لو بأقل معلومة. فيلا بينا نخش في الفيديو من غير كلام كتير كده، بس عاوزكم تدعوا لي اللي أنا ربنا يشفيني وكده عشان أقدر أكمل معاكم في السلسلة بتاع الفيديوهات دي. يلا بينا نفتح كانفا ونشوف هنعمل إيه، وندخل على الجروب الفيس، يعني شوية حاجات كده يلا نعملهم، وبرده طريقة التصوير بالطول لو عجبتكم قولوا لي عشان أستمر فيها في الفيديوهات اللي جاية. صح، قبل ما تتفرج على الفيديو وتكملوا معايا، لو أنت لسه ما صليتش قوم صلي، أو لو وراك أي حاجة مهمة قوم خلصها وتعالى اتفرج على الفيديو. كده كده مش هطير، انا القناه بتاعتي مجانيه على اليوتيوب، يعني هتلاقيها في اي وقت ما تخافش. فجهز نفسك ويلا بينا نخش في العمل على طول. يلا بينا نفتح الجروب ونشوف التصاميم اللي الناس عملتها معانا. قبل اي حاجه، طالما انت عملت التصميم ورانا اذا كان حلو او وحش، اقسم بالله انت احسن من اي حد تاني اتفرج على الفيديو ما عملش ورايا، لان انت حتى لو شايف التصميم بتاعك مش احسن حاجه بعد كده هتشوف الفرق بقى عامل ازاي. بس بوعدكم اللي بدأ معايا واستمر معايا هيوصل لمستوى اكتر من اللي هو متوقعه كمان، يعني اللي بيبدأ دلوقتي احسن من اللي يبدأ بكره. طالما انت عملت الحاجه من دلوقتي هتبقى فاهم الدنيا بعد كده، فكل ما تبدأ بدري ده احسن ليك والله. فتعالوا نشوف الناس اللي عملت ورانا التصاميم. طبعا احنا في الجروب الكانفاوي، لو انت مش موجود فيها سيب لك اللينك في اول كومنت، خشوا عشان يعني بننزل تصاميمنا اللي بنعملها ورا بعض، نشوف رأي الناس وبنعدل على بعض، يعني تستفاد جامد منه بإذن الله. والبوست معانا نشوفه بتاع الأستاذ سارة سيد، بسم الله ما شاء الله تسلم ايدك. ده 10/10 لأنك عملتيه زي اللي أنا عامله بالظبط، مفيش اختلاف كمان. فهننزل تحتها الأستاذة ندى، بسم الله ما شاء الله. ده البوست ده عجبني أوي، يعني تقريبا دي كمان عملته أحسن من اللي أنا عامله في الفيديو. بصوا بسم الله ما شاء الله، فانت 10/10 ونجمة كمان بصراحة. فننزل تحت شوية، برضو في ناس عملتها تحت. تصميم البرجر ده مش عارف كان متفرج على الفيديو ولا غيره، بس المهم برضو تصميم ياخد 7/10. ليه بقى؟ الكلام اللي ورا البرجر نفسه محتاج يتعدل، يعني مش ملتزم بفونت واحد، او التنسيق نفسه مش عامله كويس، وفي اضاءة سودة ورا البرجر كده دي مبوظة التصميم خالص. بس بالنسبة للظل انت عامله 100/100 بصراحة. تعالوا للبوست اللي بعد كده. فاحنا في الفيديو بتاع النهارده هنعدل على البوست بتاع ورقة شجر، فتعالوا ناخد اللينك منها، هي بعتهولي خاص، فاحنا نفتحه ونشوف ايه التعديلات عليه. هي عملت 3 تصاميم، والله العظيم تسلم ايدك، يعني اديكي بصراحة اديكي 7/10. بس بالنسبة للناس اللي مبدأتش انت تاخدي 100/10 كمان، مش 7/10، لانك احسن من اللي لسه ما بدأش. هو في شوية تعديلات بس بسيطة كده هنشوفهم في الفيديو بتاع النهاردة. هنخش على اللينك اللي بعتهولي خاص، نفتحه كده نقول بسم الله ونفتح اللينك. بعد ما التصميم فتح معانا زي ما انتم شايفين كده، ال3 تصاميم اتفتحوا. اول حاجة علشان تبقى عارفاها بس يا ورقة شجر، ان احنا في الهوية البصرية بنبقى ملتزمين ب3 الوان او لونين بس. فانت لو خدت بالك انت عاملة هنا اخضر، او اللون الاخضر غامق ده والاصفر، وفي التصاميم التانية عاملة اخضر واللون البينك واحمر، يعني انت كده مدخلة تقريبا 4 الوان معاك. فاحنا اول حاجة هنظبطها الالوان، عاوزين نلتزم بلونين بس نكمل عليهم بقى التصاميم. فاحنا مثلا هنلتزم باللون الاصفر والاخضر، فتعالوا نظبط الالوان في كل التصميم التانية نخليها اصفر واخضر. ناخد بس اللون الاصفر من هنا، ناخده كده وناخد الكود نسخ. بعدين نخش على التصميم التاني، نخلي اللون البينك ده الفاتح نخليه اصفر، او برتقالي باستيل نخليه اصفر كده، ونخلي الاخضر اللي تحت ده لونه اصفر برضو. يعني اول حاجة هنظبطها الالوان، لازم تخلي الالوان متناسقة في ال3 تصاميم. نخش على تالت تصميم، نخلي اللون البيج ده برضو نخليه اصفر، ونخلي اللون اللي تحت برضو البينك ده نخليه لونه اصفر. نكتب الكود كده.
يبقى كده اول حاجه ورقه شجر كانت ناقصاكي بس في التصميم ده انك تظبط الالوان تخليها كلها متناسقه. طبعا هنا في اللون الازرق ده نخليه لونه اخضر، نجيب درجه اللون الاخضر من هنا، اللون نخش على الدرجه ونجيب الكود ناخده نسخه كده. بعدين نخش على تالت تصميم، نختار اللون الازرق ده نخليه لونه اخضر بقى بالشكل كده. بصوا التلات تصاميم تحسوا ان نفس المكان، يعني تلات الوان ملتزمين بتلات الوان او لونين، اللي هو الاصفر والاخضر والاحمر كمان، يعني مدخلين الاحمر كمان معانا. فتعالوا نخش على اول تصميم نشوف ايه التعديلات فيه. لو خدتوا بالكم الظل بتاع الطماطم مش احسن حاجة، انت عاملة الظل اكنه نايم على على الصفحة او جانبي، فاحنا المفروض هي الطماطمايه دي واقفة على الارض، فالمفروض الظل يبقى تحتيها مش على الجنب كده. فاحنا نخش على التأثيرات ونشيل الظل ده خالص ونعمل الظل من الأول، نصغرها بس شوية كده ونخش على عناصر نكتب ظل، نجيب الظل ده ونكبره شوية كده وننزله تحت الطماطم، خش على الطبقات وشده خليه تحت الطماطم كده، وممكن تقلل الشفافية شوية كده ونعمل تكرار تاني للظل وندخل على الطبقات خليه تحت حباية الطماطم التانية بقى بالشكل ده. شفتوا الفرق بين كده والاول كده اكنها قاعده على الصفحه، وكمان لو ظبطت اكتر هيبقى متناسق اكتر من كده كمان. فتاني حاجه بعد ما ظبطنا الظل في التصميم، يعني كده اول حاجه كانت ناقصاك ورقه الشجر كانت الظل والالوان. تاني حاجه نظبطها فين الطماطم الاسنويه، انا مش عارف يعني ايه الطماطم الاسنويه دي، نوع يعني جديد ولا مش عارف بصراحه. المهم هي ممكن يكون نوع طماطم، فاحنا نظبط كلمه الطماطم الاسنويه نخليها هنا بس. بعدين ندوس على الشريط ده نخلي الشكل مثلا الشكل ده ماشي، ونشده كده فوق شوية ونصغره كده تمام. بعدين نطلع كلمة الطماطم الإسنوية نخليها فوق. الفونت حلو بتاع الطماطم الإسنوية بس ممكن تلاقي فونت أحسن منه. نخش على الخط، أنا أقول لكم حاجة بقى ليكم حلوة ممكن تنفعكم بعد كده، طالما التصميم للأكل اختاروا الفونتات العريضة، يعني خش على الخط كده بعدين طلع السهم لفوق. هوريكم دلوقتي كذا فونت، خدوهم سكرين كده وضيفوهم عندكم هتحتاجوهم حلوين أوي. فونت بلافيلو ده ممكن تحتاجه، وكايرو كويس أوي برضو في تصاميم هنحتاجها، في الفونت ده وفي الفونت ده اسمه فيب هالة بلود مش عارف ايه. فاحنا هنستخدم الفونت ده اللي استخدمناه برضو في التصميم بتاعتي قبل كده. خدوا الخطوط دي كلها سكرين وضيفوها عندكم عشان هنحتاجها كتير. فنظبط الخط كده ونصغر شوية نخليه على الشريط كده. ظبطنا أول حاجة اللي فوق الطعم الأصلي للطماطم، الكلمة دي احنا ممكن ما نخليهاش تحت خالص، عاوزين الكلام كله يبقى في جنب واحد عشان يعني عين المشاهد ما تشتتش، يعني ما تبقاش بص فوق وتحت تلاقي كلام. فاحنا نحط الجملة بتاع الطعم الأصلي للطماطم تحت الكلام اللي فوق، وبعدين ندخل على الطبقات بتاع الطماطم وندوس تحديد ونختار الظل ده وبعدين الظل التاني عشان نخليهم حتة واحدة، وندوس تجميع وننزلها تحت شوية كده ماشي. بعدين هنا اللون مش باين عشان لونه اخضر، فاحنا نخش ممكن نكبرها بس شوية كده ونخش على عناصر نختار الشكل بتاع المربع كده نخلي اللون اصفر ونشدها تحت كلمة الطعم الاصلي، الطعم الاصلي، ونخلي الزاوية نخلي الزاوية بس للمربع. نخش على الزاوية شد ده شوية كده بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده الطعم الاصلي للطماطم. ممكن نخلي كلمة للطماطم دي لونها اصفر، نروح محددين كلمة الطماطم بس دي ماشي. بعد كده نظبطها على المربع بقى بالشكل ده. بصوا الكلام هنا بقى متناسق اكتر، يعني واخدين بالكم. واللوجو اللي فوق اللوجو برضو كويس مش بطال، نستخدمه هنسيبه زي ما هو كده. اول تصميم احنا خلصنا والتفاصيل تحت مضافة كويس قوي، يعني تسلم ايدك بصراحة. كده اول تصميم خلصناه معانا الطماطم الاسنوية الطعم الاصلي للطماطم ماشي. نخش على التصميم اللي بعد كده. التصميم اللي بعد كده بنفس طريقة التصميم الأول، كوباية العصير بتاع القصب دي محتاجة الظل بتاعها يتظبط شوية. احنا ندوس على كوباية عصير قصب بعدين تأثيرات نخش على الظل نعمل لا يوجد، نشيل الظل يعني. بعدين نصغر كوباية العصير قصب شوية كده
ماشي. بعدين نخش على العناصر، هنلاقي الظل اللي احنا لسه جايبينه ونصغره نحطه تحت الكوباية بقى بالشكل ده. تمام، اكنها كوباية على الارض. ونروح مصغرين القصب اللي انت حطها ده على الجنب. ممكن نخليه كده عشان بس ما يبقاش واخد مساحة وكده من التصميم، او ممكن نجيب شكل افضل من كده كمان. ندخل نكتب قصب السكر، نكتب قصب السكر. جاب لك اشكال زي ما انت شايف كده، بس بصراحة ما فيش اشكال اللي انا عاوزها في دماغي، فاحنا ممكن نستخدم الشكل ده. تمام، احنا ممكن نمسح الشكل الطويل ده، نعمل حذف، بعدين نختار الصورة دي، نعمل مزيل خلفيات، نشيل الخلفية ونستخدمها، نحطها مثلا ورا الكوباية. ننزل طبقات كده، نخليها في الحتة دي كده. ماشي بقى في الشكل اللي انتوا شايفينه ده. وممكن ندخل على العناصر نكتب ظل برضو، اكتب ظل، كبر شوية كده، ننزل في الطبقات خليه تحت القصب، ونقلل الشفافية شوية بقى بالشكل ده. فكده احنا ظبطنا الظل القصب، واخترنا قصب احسن من الشكل الاولاني عشان كان عامل زحمة في التصميم. برضو في التصميم ده محتاجين نغير الفونت، نخليه عريض شوية، فاحنا ندخل على الخط، نختار برضو الفونت اللي اخترناه في التصميم الاول، ونظبط الكلمة كده، طري على قلبك. ماشي. وبعدين نظبط القلب. طبعا حركة حلوة انك تحط القلب تحت كلمة قلبك، ده اسمه يبقى تصميم بصري اكتر، يعني كلمة قلبك فحطيت قلب تحتها، حاجة حلوة اوي. بعد كده تعرف قصدي. بعدين ننزل للكلام اللي تحت كده، مش باين اصلا من اللون الاصفر، فاحنا محتاجين نظبط اللون عشان يبقى واضح اكتر، فاحنا ممكن نحطه كده وبعدين نكبره شوية، وندخل على عناصر، نختار المربع ونخلي الشكل ده، نخلي اللون ابيض. تمام، ونصغره نخليه تحت كلمة الإسناو. وبعدين تخلي كلمة الإسناو دي لونها أصفر أو أحمر، مثلا نخليها أحمر. طالما استخدمت الأحمر فنخليها أحمر. ماشي. بعد ما خلينا اللون أحمر نخلي الفونت كله عريض، ندخل على الخط، بعدين نختار الفونت بتاعنا، نخلي اللون أبيض، بعدين نعدل كلمة الإسناو ونخليها لونها أحمر تاني بقى بالشكل ده. وممكن كمان عشان يبقى الخط واضح اكتر الابيض مع الاصفر، ممكن ندوس على الكلام الابيض بعدين التأثيرات، بعدين نختار المخطط ونخلي اللون زي ما انتوا شايفين كده، مثلا اخضر، مثلا زي ما انتوا شايفين كده. ماشي. بعد ما اخترنا التأثير ده للحدود للكلام، ندخل على كلمة الإسنان ونشيل التأثير من عليها عشان مش احسن حاجة. التأثير الأحمر بقى بالشكل الجميل ده. طبعا الكلام اللي تحت ده ممكن يكون واخد مساحة كتيرة او ملوش لازمة بصراحة قوي، فاحنا ممكن نصغر شوية كده ونخليه هنا، او نخليه تحت، يعني نخليه هنا بس بقى بالشكل الجميل ده. وبعدين ندخل على التفاصيل والعنوان والارقام اللي تحت. الشكل اللي هو المموج اللي تحت ده الاصفر مش احسن حاجة، يعني لو خليتيه كله بنفس الشكل الاول والتاني والتالت بنفس الشكل كده يبقى افضل. يعني ندخل على تاني تصميم اللي بنعدل فيه، بعدين ندخل على عناصر، نختار مربع، بعدين نخلي اللون اصفر وننزله تحت التفاصيل دي كلها. ننزل في الطبقات ونشده ونخليه تحت خالص. ماشي. والكلام عشان يبقى واضح اكتر ممكن نخلي مثلا الايقونة بتاع اللوكيشن دي لونها اخضر، او نخلي الكلام اخضر كله كمان. وهنا التليفون نخلي العلامة لونها اخضر. وممكن كمان نخلي الكلام كله، يعني نخلي الكلام كله لونه اخضر عشان يبقى واضح اكتر، عشان الابيض مع الاصفر مش احسن حاجة بصراحة. اللون اخضر. بقى بالشكل ده. بعدين نعدل الخط ده، نخلي الفونت برضو نفس الفونت اللي اخترناه قبل شوية، اكس بي تتر بقى بالشكل الجميل ده. يعتبر تاني تصميم احنا خلصناه معانا. ممكن ندخل على العناصر، ندوس اضاءة، نختار الاضاءة البيضاء نحطها هنا،
دي بتعمل اضاءة للتصميم بتاعك، يعني لو اتحكمت فيها بتودي التصميم في حتة تانية خالص. ماشي، يبقى كده تاني تصميم احنا خلصنا. كده اول تصميم ده طماطم، وتاني تصميم القصب. نخش على تالت تصميم، ده المارشميلو. المارشميلو ولا جبنة؟ معلش، دي الجبنة القريش الاسناوي برضو. اول حاجة انا شايفها محتاجة تعدل الظل تحت. طبعا انت مختارة صح، اللي هو الظل اللي هو تحت الحاجة، بس محتاج يتظبط شوية. نعمل تفكيك العناصر اول، بعدين ندخل على الطبقات، نختار ظل احسن من ده. ده كويس بس بصراحة مش احسن حاجة. ندخل على العناصر، نمسح كده، بعدين نختار الظل ده، بعدين ندخل على الطبقات، نشده كده وننزله تحتيه. بس كده احنا خلصنا اول حاجة الظل في التصميم. الكلام ده اللي هو خفيف على المعدة، مش واضح اللون نفسه، مش واضح. انت ممكن لو خليت اللون اخضر، بص لو كده مثلا ممكن يبقى واضح اكتر. الجبنة القريش الاسناوي انت مختارة برضو اللون البيج ده، مش معانا في التصميم. ممكن نخليه لونه ابيض. الابيض بيبقى تقريبا في كل التصاميم، يعني بتستخدمه في كل التصاميم. نخلي اللون ابيض بقى كده. بعدين نعدل الفونت بتاع الجبنة القريش الاسناوي، ندخل على الخط، نختار الفونت العريض. الفونت ده كويس قوي وبنحتاجه كتير، اللي هو اسمه في اي بي هالا بولد. في اي بي هالا بولد. هتدوس كده، بعدين تختاره، نصغره على قد المربع او المستطيل الابيض اللي تحت ده. نخلي اللون اصفر او اخضر، نجرب الاتنين. يعني لو خليناه اخضر هيبقى بالشكل ده، ولو جربناه بقى اصفر هيبقى بالشكل ده. فاحنا نخليه اخضر عشان واضح اكتر، فنخليه اخضر ده، او البترولي، ولا ما اعرف اللون بالظبط. المهم بقى بالشكل ده، تمام. والخط ده محتاج برضو يتغير، ممكن نخليه الخط ده اكس بي تتر، تمام. ونعمل تفكيك للعناصر عشان نظبط الكلام. الكلام طبعا في كلمة عالي اكبر من كلمة خفيف، اكبر من كلمة المعدن. نعمل قص لكلمة عالي بقى بالشكل ده، ونعمل تطويل لكلمة خفيف شوية، ونعمل كده. بعدين نخش على المقدم ونصغر المسافة بينهم شوية، تمام. كده يبقى خلصنا موضوع الخطوط. والخط اللي تحت ممكن نخليه نوعه كايرو، اللي هو الخط كايرو. بالنسبة للتفاصيل اللي تحت برضو بنفس طريقة التصميم اللي فات، ممكن ناخد الكلام ده نسخ اللي تحت خالص ونضيفه في التصميم اللي هنا. ماشي، فهنروح داخلين على تاني تصميم، بعدين ندخل على الطبقات، نختار الخلفية اللي هي المربع الأصفر اللي تحت ده خالص، بعدين تحديد. ماشي، بعدين نختار أرقام التواصل والعنوان من هنا، ندوس كده تحديد هنا وهنا، والفيس والانستا وكمان والرقم والاكسر وريمو، وندوس تم. بعدين تجميع، هيبقى حتة واحدة كده. بعد ما خليناها حتة واحدة كده، الحركة دي حلوة أوي. لو أنت مش عارف ارجع لفيديو الأساسيات أو عيد الفيديو هتلاقي نفسك عرفتها. بعد ما خليناها حتة واحدة ندخل على المزيد، بعدين نسخ. تمام كده احنا خدنا نسخ. نخش على تالت تصميم، ندوس على أي حتة في التصميم، بعدين دوس المزيد، بعدين لصق. هتلاقي نزل عندك كده بالشكل ده. ندخل على عناصر، نختار إضاءة، نحطها على أي حتة في الجبنة كده. بصوا بتعمل إضاءة للتصميم بتاعك بقى بالشكل ده، تمام. كده احنا خلصنا التلات تصاميم. بصوا الفرق بين دلوقتي والأول. هي في الأول كانت عاملاه كويس برضو، بس كان محتاج حاجات بس يتعدل بسيطة. فأنا هقولك التعديلات اللي كان ناقصك على السريع. كان ناقصك الألوان تخليها متوحدة، يعني نفس الألوان في التلات تصاميم. تاني حاجة الظل محتاج تظبيط حاجة بسيطة، انت كنت مختار الظل بس كنت محتاجة تظبطيه. ماشي. تالت حاجة نوع الخط، الفونت. اختار الفونتات العريضة مع تصاميم الأكل، تمام زي اللي احنا اخترناه كده. بس وكده انت الدنيا تمام معاكي ما شاء الله. لو كملتي معانا في السلسلة دي انا متأكد هتوصلي لمستوى كويس احسن من لسه ما بدأش، لانك انت بدأت ما شاء الله وايدك خدت خلاص على التصاميم. وان شاء الله مع بعض اكتر واكتر، مع كل فيديو هننزله هتستفادي اكتر واكتر. فيلا بينا نقلب الكاميرا واتكلم معاكم قبل ما اقفل الفيديو. بعد ما شفنا التعديلات البسيطة يا جدعان بتاع الفيديو بتاع النهاردة، هي تعديلات حاجات بسيطة قوي. أنا متأكد صاحب التصميم ده أو الناس عامة اللي عملت تصميم زي كده
مش هتغلط نفس الغلطة تاني، لانك خلاص طالما شفت الحاجة مرة مش هتغلط فيها تاني، ولو غلطت تاني عادي اغلط مرة واثنين وثلاثة لحد ما تثبتها في دماغك. فبس ده الفكرة بتاع الفيديو بتاع النهاردة، اتمنى تكون عجبتكم، وما تنساش تدعوا لي ربنا يشفينا عشان اقدر اصور لكم فيديوهات تاني، انا باين علي اصلا تعبان لوحدي. فباذن الله اقفل الفيديو بتاع النهارده واصور لكم فيديو النهارده برضه تاني. هنبدا في شغل الطباعه، يعني باذن الله النهارده هيكون برضه هصور لكم فيديو شغل الطباعه، الاساسيات بتاع الطباعه وكده. هيكون فيديو مفيد جدا، خاصه انك عاوز تشتغل طباعه على كانفا، فلازم في كذا حاجه كده تبقى عارفهم قبل ما تعمل اي حاجه. فاشوف وشكم على خير وكل سنه وانتم طيبين. احنا تقريبا النهارده 22 رمضان، ورمضان كريم عليكم وعيد مبارك، العيد قرب. وبس اشوف وشكم على خير في فيديو جاي. سلام.